انا عن نفسي عملت كده اهو، قلت لهم اتفضلوا براحتكم، الدرج بتاعكم، الصيدليه بتاعتكم، يعني ما كانش هاممني غير ابني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده عن 3 عمليات سطو حصلت معايا ومع زمايل ليا في الصيدليه، ويعني اشهرهم بتاعتي انا لان انا عشتها، فبثلاث ردود فعل مختلفة، وكل واحد طبعا بيبقى ليه رد فعل في وقت الخطر. تعالوا نعرف ايه الثلاث قصص دول، يلا بينا بدون مقدمات، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. بصوا انا عاملة لكم ايه بما انها فيها صوت مسلح. الناس اللي متابعيني وعارفين قصتي وعارفين يعني حياتي قبل كده عارفين ان انا قعدت في دهب 7 سنين، وكنت بشتغل في صيدلية تقريبا فول تايم من الصبح بالليل. لو في زميل ليا بيجي بيبدل معايا وبس كده، او بيمسك شيفت النايت علشان خاطر يفضل فاتح الصيدليه لغايه الصبح، يعني كانت مترتبه كده. فتزامن ولادتي انا في احمد ابني مع ولاده مراته، فطبعا هو كمان كان لازم يبقى جنبها، ما ينفعش يسيبها تنزل القاهره او البلد اللي هي منها تولد لوحدها. فبالتالي احنا الاتنين نزلنا، فالصيدليه اتقفلت حوالي اسبوع، فانا اضطريت ارجع الصيدليه بعد 38 يوم من ولادتي، اقل كمان من 38 يوم. انا اليوم ال 38 كنت نازله شغل، وكان معايا ابني، وكانت دخلة الخريف، فاللي هو بحلق على ابني قوي من العيا او البرد. بدون الخوض في تفاصيل، بلد اللي هي دهب دي بلد صغيره والناس عارفه بعضها، وكله بيبقى يعني عارف الدنيا ماشيه ازاي وفيها ايه. فطبعا عارف الناس كلها عارفه ان الصيدليه دي اتقفلت اسبوع، الناس كلها عارفه ان الصيدليه دي كمان ما في، يعني اللي فيها دي لسه والده وجايه، فاللي هو ايه مفيش. حتى لما انا نزلت شغل التفتيش جالي الدكتور المفتش دخل لقاني عامله كده، ما كلمش خالص ولا فتش ولا عمل اي حاجه، سابني ومشي. لاني بقى كنت طبعا في حاله لا يرثى لها، يعني ان انا اسافر 12 ساعه، مش هنقعد نرغي بقى، رغايه انا معلش. اللي حصل ان انا في يوم الصيدليه بتاع الدهب كان ليها بابين، باب ناحيه كامب ورا، وباب الرئيسي اللي انا كنت مصوراه لكم، لو لقيت الصوره هبعتها لكم هوريها لكم. فالباب اللي ورا انا كنت بسيبه ساعات مفتوح عشان التواليت، يعني كان في التواليت كنت بروح برجع من الباب اللي ورا واقفل الباب اللي قدام وارجع الباب اللي ورا. ده غباء مني، يعني ده كان غباء مني. المهم انا في امان، بس الحركات كانت مدروسه. كان في واحد ابن حد مهم في البلد، طبعا هو بيدخل بقى يعني بهيبته، وانا عارفاه مش هنقول بقى ايه منصب والده او جده، لان جده ووالده كانوا ذو منصب، بس كان نزيه جدا ويجي ياخد، يعني كان اللي هو ايه بيجي الدخله بتاعته، الكلام ده في 2007 ب 400 500 جنيه. ده الدخله بتاعته طبعا 400 500 جنيه في 2007، يعني 4 5000 جنيه دلوقتي واكتر كمان. فالمهم بصيت لقيته هو واتنين بدو داخلين من الباب اللي ورا، فاللي هو اهلا وسهلا عادي، هم استقربوا ان هم يدخلوا من الباب اللي قدام، فدخلوا من باب الكامب اللي هو انا مش في دماغي اساسا. فلقيت الولد البدوي، عارفاه بالمناسبه، انا كنت عارفاه برضو، فلقيت الولد البدوي بيقول لي افتح الدرج. فافتح الدرج؟ نعم. فاللي هو في سلاح طلع بقى من الولد التاني البدوي، يعني انا الولد اللي انا عارفاه هو اللي قال افتح الدرج، الولد اللي انا ما اعرفوش واللي هو ابن الراجل المهم ده واقفين. الولد التاني لقيته بيقول لي افتح الدرج، لقيته مطلع سلاح، لقيته مطلع سلاح. بس كده يا جماعه، فتحت الدرج، اتفضلوا اهلا وسهلا، وسبتهم ياخدوا كل حاجه. خدوا فلوس، كان ساعتها الادويه الجدول كانت موجوده، خدوها كلها. خدوا لدرجه خدوا الحنه الجلوري، قلبوا الصيدليه، قلبوها، كل اللي يقدروا يشيلوه شالوه، طبعا مش ادويه، مزيلات عرق، اللي هو السان بلوك، كل حاجه، الشامبوهات، الكونديشنر، كل اللي يقدروا ياخدوه عرفوا ياخدوه خدوه. انا بالنسبه لي بما انوني قلت لكم ان دهب بلد صغيره، حصل اللي حصل، وقمت متصله بابو ولادي، طبعا ساعتها كان جوزي، قلت له حصل كذا 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 كذا.
ورحنا القسم وقدمنا بلاغ. طبعا انا عارفه الاثنين. يذكر طبعا لازم رحمه الله عليه، كان ساعتها تقريبا نقيب ياسر الحديدي. طبعا ده استشهد في عمليه في شمال سيناء، في عمليه ارهابيه بعد ما انا سبت دهب، يعني بعد الثوره كمان. ربنا يرحمه يعني. فده هو اللي وقف لنا، ووقف عمل لنا المحضر، وقال ان الموضوع نحاول نحل ودي، يعني نحاول نحل ودي بما اني عارفه الناس، بما اني عارفه. وعلى فكره الموضوع اتنشر في الجرايد في الوقت ده، بس انا طبعا مع السنين الجريده ضاعت مني. فالموضوع اتنشر في الجرايد ساعتها، وكان صوره ياسر الحديدي منوره، ربنا يرحمه يا رب. فده اللي حصل بعد وقت وقعدات عرب. طبعا البدو ليهم كبير. الناس اللي شافت فيلم المصلحة بتاع احمد عز واحمد السقا، البدو يبقى ليهم كبير. فابو ولادي ساعتها جاب واحد من الناس وقعد معاه، وراحوا قعدوا في قعدة البدو. ورجعوا لي الفلوس اللي اتاخدت من الصيدلية، ورجعوا لي جزء من الحاجات اللي اتاخدت، بس مش كلها. والموضوع مشي ودي واتنازلنا وخلاص. احب بقى طبعا يعني بما ان الدكتور هاني، برضو الناس اللي متابعاني عارفين انا عملت عليه فيديو يوم ما توفى. دكتور هاني ساعتها كان موقفه غريب ومشهود، يعني مش اي صاحب صيدليه يعمل كده. قال لي فداكي انتي والولد كويسين. انا بصراحه وقتها، ومع الاسف ما كانش في كاميرات جوه الصيدليه، انا كل اللي عملته قلت لهم انا اهم حاجه ابني، رفعت ايديا كده قلت لهم اهم حاجه عندي ابني، خدوا اللي انتوا عايزينه، ما سبتهم. بس الدكتور هاني كان موقفه مشهود وقال لي فداكي، اهم حاجه ان انت وابنك كويسين. واحنا اللي قدرنا نرجعه رجعناه. المفارقه بقى اللي حصلت، يمكن في الفيديو اللي فات كنت حكيت لكم، او اللي قبله حكيت لكم، ان ربنا يمهل ولا يهمل. ولو كان الحق يعني ربنا بيستنى عليه، او انما بيتجاب الحق، بيتجاب. انا طبعا مش هقدر اقول اسم الولد، ولكن الولد ده بعدها باقل من سنه كان نازل عن طريق دهب لشرم، وكان نازل بالعربيات بتاعه البدو، بتبقى مفتوحه، بتبقى كانها عربيات، عارفين عربيات البوكس زمان قوي، كان بتبقى متغطيه بقماش من ورا. هي عربيات البدو غالبا بتبقى كده، بتبقى عامله زي الجيب بس مفتوحه من ورا. مش عارفه اوصفها بصراحه، بس لو عرفت اجيب صوره ليها هوريها لكم. هو كان راكب مع واحد صاحبه نازل من دهب لشرم، واتقلبوا كذا قلب على الطريق، والولد توفاه الله. الولد اللي انا كنت عارفاه اللي هو قال لي افتحي الدرج. الولد التاني اللي هو باباه كان ذو منصب، يعني الولد ده اتحبس برضه في قضيه تاني. احنا طبعا اتنازلنا لان جزء من الحاجات جالنا. الولد ده اتحبس في قضيه تانيه برضه، كانت سرقه بالاكراه او حاجه زي كده. التالت انا معرفوش اصلا ولا اعرف حصل له ايه. دي كانت اول قصه اللي هي بتاعتي انا. تاني قصة بتاعت واحدة صاحبتي كانت بتشتغل في صيدلية، والصيدلية كانت فيها فلوس، وفيها طبعا أدوية وفيها اكسسوار. والصيدلية كانت على طريق زي صحراء، يعني مش صحراء، طريق هادي. وهي كانت في الوقت دوت كانت بنوتة بتكون نفسها، فكانت بتاخد شيفت 12 ساعة عشان يبقى المرتب مجزي معاها وتقدر تجهز نفسها. فعلى الساعة 9 بالليل كده برضو كان معاها 2 شباب، الدليفري والمساعد اللي معاها، وهي كانت في المعمل بتعمل شاي بقى، بتعمل نسكافيه، انا مش عارفه بالظبط كانت بتعمل ايه. بس المعمل بالصدفه في الصيدليه اللي هي كانت فيها كان بباب جرار، بيتقفل زي الاكورديون كده، بس هو بيبقى باب قطعه واحده. فهي كانت جوه وقافله، يعني الباب مقفول نص قافله كده. اللي دخلوا دول مع ملثمين بقى، كانوا دول ملثمين مش داخلين بوشهم. دخلوا ضربوا نار في الهواء، الله اعلم بقى كانت دي مسدسات صوت ولا كانت ايه. وطبعا الولدين الشابين اللي واقفين طبيعي جدا سابوهم. انا بقى صاحبتي عملت ايه؟ شدت باب، عرفت طبعا ان في مصيبه بره او في حاجه، ايا كان اللي بيحصل، راحت شاده، شايفين انا بعمل ايه، شدت الباب الجرار من وراها وقفلت على نفسها، واستنت لما كل حاجه خلصت خالص. وبعدين لقيت الدنيا هدوء، راحت خارجه. اللي اتقتل بقى، اللي اتسرق ملهاش دعوه. هو مفيش حد توفى ولا حد جراله حاجه، ولكن كان رد الفعل بتاع المكان ان هم مشوها. قالوا لها ان هي تمشي. والولدين طبعا انا مش عارفه ايه اللي حصل لهم بالظبط، بس
ده يعني ده رد فعل تاني غير رد الفعل بتاعي، وده كان رد فعل صاحب المكان برضو غير رد الفعل بتاع صاحب الصيدليه عندي. انا طبعا حكيت القصه دي بسرعه لانها اتحكت لي بنفس السرعه. طبعا هم بلغوا وما عرفوش يوصلوا لاي حاجه، ولا اللي سرق ولا المسروقات، ولا قدروا يوصلوا لاي حاجه، مع ان في حاجات كتيره اتسرقت في الوقت ده، فلوس وادويه واكسسوارات. تالت قصه بقى لزميل ليا، لسه يعني انا عارفه ان هو ساب شغله بسبب الموضوع ده، ولكن كان اول مره يحكيها لي بالتفصيل كده. في صيدليه برضو، الصيدليه دي كانت في الدقي، بس على مطلع كوبري، ويعني رايح واللي جاي عربيات بس، والصيدليه كانت 24 ساعه. فخلاص الساعه عدت 12، في الدنيا بتبقى ساكته خالص. الخطأ اللي قام بيه زميلي ان هو دخل الدليفري جوه الصيدليه. هو الدليفري بيبقى موجود بره الصيدليه، دليفري وحارس. فطبعا اللي كانوا عايزين يسرقوا درسوا المنطقه، ودرسوا ان الدليفري بيدخل جوه الصيدليه بالليل من البرد. الحادثه كانت زي الايام دي في شهر 12 يعني. فطبعا الجو برضه يعني هو مش غلطان بصراحه. يعني انا لو انا مكانه مش هخلي الدليفري يقف في البرد الوقت ده، يعني اكيد هيدخله في الدفا، ده منطقي اكتر. كان هو وصيدلي معاه والدليفري جوه. فالدليفري كان برضو قاعد في المعمل، وهو وزميله اللي هو الصيدلي كانوا قاعدين. فالصيدلي كان واقف بره الصيدليه بيشرب سيجاره. فهم دخلوا ازاي مش ملثمين، بس لابسين، ده اسمه كابتشو صح اسمه كده، لابسين زي ده، فعاملينه كده تمام، فمش باينين شكلهم في الكاميرات، بس داخلين على ان واحد اتخبط بموتوسيكل، تعبان قوي، واحد شايلينه، يعني شايلين واحد ومرمي لورا، 2 شايلين واحد ساندين. فالدكتور داخل وهم وراه، لما لقاهم داخلين كده بالحاله دي، هو يا دوبك الدكتور دخل وهم وراه، راحوا ايه موقعين الدكتور على الارض ورافعين السلاح عليه. تمام. زميلي بقى اللي بيحكي لي القصه دي بيقول لي ان هو كان قاعد تمام، ولقى الآلي محطوط على راسه، فهو مش مستوعب ان ده آلي، ولا مستوعب ان الدكتور وقع. هو شغله على الكمبيوتر بيعمل النواقص والمشتريات اللي هتتعمل تاني يوم الصبح. فبيقول رد فعل غريب جدا، راح عامل الايه الآلي كده، اللي هو نعم يعني ايه ده، وبعدين استوعب ان هو ده آلي، واستوعب ان هو بيترفع. زميلي بقى ده عمل ايه، كان كل لما بيمسك شيفت نايت اللي هو بيبقى من بالليل للصبح، بيشيل الشيفت في مكان معين محدش يعرفه خالص، طبعا انا مش هقول المكان. ف في اليوم ده بالصدفه الصيدلي اللي كان معاه قال له انا هتاخر عندي مشوار. فلما جه الصيدلي الساعه 12 قال له هنقفل تاني، هو الشيفت المفروض بيبدا من 6، قال له هنقفل تاني الشيفت من 6 ل 12. فمسك الايه الشيفت التاني وراح مخبيه مع الشيفت الاولاني بتاع الصبح. فكل اللي كان موجود في الدرج تقريبا 500 جنيه. اللي اتسرق بقى موبايل الصيدلي وموبايل زميلي، موبايلين من زميلي وموبايل الصيدلي، والفلوس اللي كانت في جيوبهم. الفلوس بتاعت الصيدليه لا ما جراش حاجه، وبرده كالعاده سرقوا شويه حاجات. رد الفعل التالت بقى اللي هو بتاع صاحب الصيدليه، انا شخصيا اشتغلت مع صاحب الصيدليه دي فتره قصيره جدا وما ارتحتش فمشيت. بدون ابداء اسباب دلوقتي، بس انا ما بحبش اللي يجي عليا في الشغل. بس فساعتها يعني اللي هو ايه اوام يعني انا ما قعدتش معاه سنه واعتذرت ومشيت. زميلي ده بقى كان صاحب الصيدليه، كان صاحب الصيدليه وشغال معايا 15 سنه تقريبا، ومع ذلك جاب اللوم عليه مع انه كان هيموت واتضربوا. على فكره الدليفري قفل باب المعمل زي ما صاحبتي عملت، وقفل على نفسه من جوه لغايه لما الزيطه خلصت. الناس الحراميه لما قالوا لزميلي كل الفلوس اللي موجوده، قال لهم ايوه دي كل الفلوس اللي موجوده، مع ان هو شايل حوالي 30,000 جنيه، لان الصيدليه دي كانت سلسله ومحطوطه في المكان اللي انا بقول لكم عليه. يعني اذا كان صاحب الصيدليه المفروض يعمل، فالمفروض يشكره ان هو فكر انه يشيل الشيفت ويقفل لما قبل ما يحصل الموضوع ده. والخساره كلها للصيدليه كانت 500 جنيه وشويه بضاعه. طب معلش،
الصيدلي وزميلي الاتنين دول اتسرقت موبايلاتهم، مش على الاقل تعوضهم، لا دول بقوا يتعاملوا معامله سيئه. طبعا حصل ضرب ومشاده، وحصل نزيف في الانف وكسر في المناخير، والصيدلي كمان حصلت له اصابه، فطبعا اضطروا يجيبوا 3 4 ايام، بعد 4 ايام حرفيا اتخصموا. باشا احنا اتصابنا علشان خاطر كنا في صيدليتك بنحميها لك، كان ممكن نموت، كان ممكن رصاصه طايشه تموتنا. بدأ بقى زميلي يتذمر على الصيدليه، وبدأ يتضايق من معامله صاحبها، وطبعا ده اقل واجب، لان انت المفروض انك صاحبي. فيظل الاكثر شهامه والاكثر رجوله دكتور هاني الحسيني رحمه الله عليه، اللي قال لي فداكي انت وابنك، المهم ان انتوا بخير. يمكن مرتبات الصيدليات ضعيفه، ما بتديش، يعني بنتعب يعني ما بناخدش مقابل مجزي. لكن انا كنت لما بدأت اشتغل في المجال ده كنت عندي رسالة عايزة اقدمها، وكان نفسي اخدم الناس. ما كانش فيه من 21 سنة ديرتي بيزنس. طبعا الكلام ده مع الأسف حصل في اخر 7-8 سنين، هنقول مش اخر 7-8 سنين، اخر 10 سنين، لان احنا من 2015 على الحال ده. الموضوع بقى تارجت، بقى لازم تبيعوا عشان تاخدوا مرتباتكم. شركات الادويه نفس الحكايه. لسه شركه من كام يوم بعتالي طلبيه احنا ما طلبناهاش اصلا، ولولا ان انا عارفه، مع اني مش في المشتريات في الصيدليه الجديده اللي انا فيها، بس انا عارفه ايه النواقص وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. فبعت لصاحبه الصيدليه عشان اقول لها الطلبيه دي انتوا طالبينها؟ قالت لي لا مش طالبينها. ف مش عايزه ادخلكم في تفاصيل. دي كانت ال3 قصص بتاعه السطو اللي حصلت لنا انا وزمايلي، وهحكي لكم قصه صغيره كده في فيديو صغير، بس دي مش سطو، دي سرقه محنكه. استنونا في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ما تنسوش التعليق على الفيديو. عايزه القناه تعلى، شدوا حيلكم معانا. متابعينا الاعزاء اللي عجبوا الفيديو يشيروا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.